عسلامة يا جماعة ومرحبا بكم من جديد في قناتي كوكينج ريم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا أبن جاتو بالمشماش، حاجة سهلة وسريعة وصحية. وبما إنه المشماش مازال متوفر حبيت نودكم بالوصفة هذه. المقادير ببركة الله. عندي هنا جبت 300 جرام مشماش. كان عندكم المشماش متوفر كيف تنجموا حتى 250 جرام تفي بالغرض. قصيتهم بالشكل هذايا بيان سور بعد ما غسلتهم بشويه ماء وخل. نحي لهم هيك الشعر خاصه المشماش اللي قاعد توا. وخذوا كعبات اصحاح، ما تاخذوش الكعبات طريين برشا، خذوهم اصحاح شويه باش ينجموا كي تيبوا يقعدوا في وسط الجاتو نتاعكم، ما يذوبوش وما يسيبوش الماء نتاعهم. وكذلك الكعبات يزيد حشنا بهم للتزيين. قصيت الكميه ذيك وحطيتها على جنب. تو باش نحضر كريمه عاديه، كريمه مكبوسه. عملت باكو كريمه عليه ربع ايتر حليب، 4 مغارف سكر، وطيبتهم بالطريقه هذه وخليتها تبرد على جنب. للجاتو بتاعنا جبت 2 بيضات بحراره الغرفه، باش نزيد عليهم نص كاس حليب، هذاك الكاس اللي قست بيه. باش نزيد عليهم كاس غير ربع بريسك، نص الكاس سكر، 2 سكر فاني، وباش نركضهم مع رشة الملح. هذا الكاس اللي استعملته. هذه المكونات الأولانية. بعد ما ركضتهم شوفوا المقادير اللي تحصلت عليها وكيفاش الشكل يجيكم عاقد. باش تزيد عليهم كعبة ياغورت، وراني زدت عليهم مغرفة خل. كعبة ياغورت ومغرفة خل، على غالب مغرفة الخل ما تصورتش. كعبة ياغورت ناتور، وكان عندكم بالقوم تاع المشماش حطوها. هنا راني ركزت على أعلى سرعة ما أقلش من 8 دقائق. وهذا الخليط اللي تحصلوا عليه. جبت 2 كيسان فرينة، هذا الكيس الأول غربلته. باش نزيد عليهم الخميرة اللي عندي راي فيها 15 جرام باش نغربلها زادة. والكيس الثاني كيف متاع الفرينة زدته وعملت هنا الكيس الثاني، وراهي خذيت لي 2 كيسان وشوية فرينة. غربلتهم ونبدا نلم فيهم بالطريقه هذه. ما تستاهلش زاد ركضان برشا، اللم ولمان لين الفرينه تتداخل في الخليط، ما عادش يقعد فيه اكل تكتلات. هاي الطريقه بتاعنا بالطرف. ما عندكمش ركاض زاد كيف راي الكيك هذيا ولا الجاتو هذيا تنجموا تخدموه بيديكم، حتى ولا كان عندكمش باتور تنجموا تاخذوه زاد بالركاض متاع الغله، اي حاجه متوفره عندكم. هنا كعيبات المشماش، بما انه المشماش اللي عندي حلو ماهوش قارص، وخديت الكعيبات الصحاح، زدت الشطر الكميه اللي عندي حطيتها في المكونات الكل، ونبدا نلم بالطريقه هذه. الفور متاعي مسبق التسخين على 170 درجة. هذا البلاتو متاعي 20 على 25. دهنته بشوية زبدة وشوية فرينة، وهبت فيه المكونات الكل. راهي الكيك هذية فيها بنة عالمية، خاصة القروصية البنينة متاع المشماش. الكريمة متاعي هنا خليتها تبرد شوية، مازالت سخونة. حطيتها على الكيك متاعي من الفوق ولا الجاتو من الفوق بالطريقة هذه. تنجموا تعملوا بالاشكال والا بالبوش، تنجموا تعملوا اشكال بالبوش من الفوق. انا عملت بالطريقه هذه مزروبه. حطيت كعيبات المشماش من الفوق، وكما قلت لكم راهو الفور مسبق التسخين على 170 الى 175 درجه. انا نرصف كعيبات المشماش، قصيتهم بالشكل هذايا. تنجموا تقصوهم زاده كيف اشطار والا مكعبات، انتم ليكم حريه التزيين والاشكال اللي تعملوها كيما هكا. هذا البلاتو متاعي حضر. نحطهم في الفور ونخليهم يتيبوا ما أقلش من 25 ل 30 دقيقة على 165 درجة. بعد ما دخلتهم للفور نقصت شوية في الحرارة متاع الفور، وخليتهم أول مرة يتيبوا من اللوطة، ومن بعد ال5 دقائق الأخرانيين نشعل الفور من فوق ونخرجهم. وهذا الجاتو متاعنا الريحة بسم الله ما شاء الله، ما بين الجاتو والكريمة والمشماش جاء طعم فيه بسم الله يزيد كيف وما شاء الله. رشيت عليهم شوية سكر بودرة ولا سكر محور، تنجموا تعملوا عليه شوية معجون من الفوق، تخفوه من الفوق جوست باش تعملوا الناباج للمشماش. ما عندكمش خليوه كيما هو.
كان تجربوه ماكمش باش تندموا، من أروع الوصفات اللي أنا وديتكم بها، ونتمنى تجربوه خاصة كما قلت لكم توا وقت المشماش. تنجموا زادا تعملوه بالخوخ، لكن نتمنى كان تجربوه بالمشماش وتعطيوني رايكم، وكان تعملوه زادا كيف كيف تبارتاجيو معايا التصاور متاع الجاتوات كان عملتوهم. تو باش نقصوا شويه، خليته يبرد، ما استنيتوش برشا، اما من المحبذ انكم تخليوه يبرد شويه. وهذا الترونش متاع الجاتو بسم الله ما شاء الله، هشوش طري، وفي الطعم زاده كيف كيف كما قلت لكم. جربوه ما تندموش، من اروع الوصفات اللي انا وديتكم بها، ونتمنى كان تجربوها وتعطيوني رايكم، على خاطر الجاتو بالمشماش والكريمه طعم في عالم اخر. جربوا الوصفه وارجعوا لي. نهاركم زين.